السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم وحلقة جديدة وسيكو اون فاير. كأس العالم والكورة المجنونة، المغرب أول مجموعتها وبلجيكا بتروح، والكمبيوتر الياباني بفيروس الأسبان، وألمانيا هترجع ألمانيا على عجلة إن شاء الله، والزمالك بيبقى في المركز الخامس في الدوري المصري. قبل ما نبدأ كل المواضيع دي، أهم حاجة ما تنساش أجمد اشتراك وأحلى لايك، علشان القناة دي مش هتكمل غير بيكم وليكم. هنبدأ حلقتنا النهاردة ببونبوناية كأس العالم. منتخب المغرب اللي شرف العرب وشرف أفريقيا وشرفنا كلنا بأدائه في دور المجموعات. منتخب المغرب بيبقى المركز الأول في مجموعة مش سهلة خالص، لما يبقى مجموعته فيها كرواتيا وبلجيكا وكندا. طبعا المجموعة مش سهلة خالص بصراحة. احنا كنا كلنا حاطين امال على المنتخب المغربي انه يصعد لدور ال16، بس بصراحة مش لدرجة انه هو يبقى اول المجموعة، فدي حاجة كويسة جدا. المنتخب ده فعلا قدم كورة محترمة جدا في دور المجموعات، ومنتخب المغرب منتخب كلهم رجالة وكلهم فعلا قد المسؤولية وفعلا شرفتونا. هو يعني اللي عملتوه في دور المجموعات ده بصراحة مفيش أي حد هينساه خالص. أهم حاجة بس نركز بقى أول الماتش اللي جاي، إن الماتش اللي جاي للأسف حظنا طلع وحش. يعني يوم ما نصعد أول المجموعة ونبقى أول منتخب أفريقي وعربي يوصل في كأس العالم ويبقى أول مجموعته ب7 نقط على مر التاريخ، للأسف تجي لك الناحية التانية أسبانيا في المركز التاني، فيبقى الماتش اللي جاي في دور ال16 ما بين منتخب المغرب ومنتخب أسبانيا. بس برضو احنا واثقين فيكم وعارفين ان انتوا منتخب قد المسؤولية، وان شاء الله هتوصلوا لأبعد نقطة ممكنة في كأس العالم. نيجي بقى لمنتخب بلجيكا. تقريبا منتخب بلجيكا اللي هو يعتبر امبارح روح، لان مجموعة المغرب وصل منها المغرب وكرواتيا. منتخب بلجيكا من ساعة ما لعب منتخب مصر تحس ان لعنة الفراعنة جت عليهم. احنا بصراحة عملنا عليهم ماتش كويس جدا قبل كاس العالم باسبوع، وهم يعني ادائهم ما كانش كويس خالص، وقلنا الاداء ده ممكن يتحسن في كاس العالم، ولكن ما حصلش. للأسف خرجوا امبارح ولوكاكو يعني كسر ازاز المدرج، ولقطه ما كانتش كويسه خالص. وعمل دي الحاجات دي بفلوس يا عم الحاج، انت بتكسر ايه؟ وبعدين ما انت جات لك كوره والجول فاضي حطيتها في القايم، طالع متعصب ليه؟ خلاص يعني ما ملكوش نصيب وخلاص، يعني توكلتوا على الله. نيجي بقى المنتخب بسكليتة، منتخب ألمانيا اللي خلاص بقى كده هو خرج وهيرجع ألمانيا إن شاء الله على العجلة. هنستناكم بقى ان شاء الله في الاولمبيات اللي جايه ان شاء الله يعني تنافسوا بقى على مسابقه العجل. يعني احنا مش عايزين بقى نلعب كوره تاني بقى، خلاص ماشي، احنا خرجنا اهو من دور المجموعات، مش هنلعب كوره تاني. احنا ان شاء الله هنتفرج عليكم بقى في مسابقه العجل بقى، واي حاجه ركوب احنا ممكن نبقى ساعتها نشوف هنقدر نعمل ايه. فالمنتخب الياباني خلص عليكم خلاص كده وخلاص، سبحان الله. يعني انتوا تقريبا ما قدمتوش حاجة خالص في دور المجموعات. المنتخب الياباني كسبكم، خلص عليكم في اول ماتش. بعد كده رحتوا تعادلتوا مع اسبانيا، تقريبا فرقتين من اوروبا، فصباح الفل الماتش عدى حبايب. بعد كده اتشطرتوا عيني على كوستاريكا. بس سبحان الله امبارح المنتخب الياباني يعني فيروس الاسبان وانتوا اللي خرجتوا. على الرغم ان المنتخب الياباني بقى الجول التاني اللي جابه ده، يعني العالم كله شاف ان الكرة خرجت، بس سبحان الله حكم الفار شاف ان هي ما خرجتش، والجول ده خرج منتخب البسكليتات من كاس العالم. فكده خلاص منتخب اليابان صعد اول ومعاه منتخب اسبانيا، وبكده منتخب المانيا او منتخب البسكليتة بيروح. وبكده زي ما قلنا ماتشات دور ال16 هتبقى المغرب مع منتخب اسبانيا، وان شاء الله نتمنى له التوفيق، وان شاء الله يوصل لدور الثمانية ودور الاربعة ويوصل كمان للفاينل. وهيبقى الناحية التانية منتخب اليابان مع منتخب كرواتيا. كده خلصنا الحتة بتاعة كاس العالم. نخش بقى على الدوري المصري. وامبارح نادي الزمالك بيعمل احلى واجب مع النادي الاهلي وبيتعادل 2-2 مع المصري، على الرغم ان الزمالك ابتدى الماتش كده من في الاول كده بقذيفه مدويه من امام عاشور في الدقيقه 20. فقلنا بصراحه كده
الماتش هيخلص حفله وفيريرا هيعلم بقى على ايهاب جلال، ولكن ما حصلش كده خالص. ايهاب جلال قال له بقول لك ايه يا عم الحاج، فكك بقى من اللي انت فيه ده، وفكك بقى من اللي حصل بقى في مع المنتخب وشويه المشاكل اللي حصلت والحاجات دي. انا مش بتاع الكلام ده خالص. في الدوري المصري كلنا حبايب وكلنا زي بعض، فما تعملش معايا البونت ده. وايهاب جلال امبارح بيقتنص نقطه ثمينه جدا من نادي الزمالك، وللاسف يعني للاسف والله حزين جدا، يعني حزين. نادي الزمالك دلوقتي في المركز الخامس، ويعني ان شاء الله يعني نتمنى لكم كل التوفيق، بس ان شاء الله يعني ما تعدوش بقى المركز الخامس، خليكم كده حلوين قوي. وان شاء الله نكمل احنا بقى على خير، واشوفكم في حلقة جديدة. سلام.